الويلات يا قوم، لقد هربت فتاة سعودية من السعودية وذهبت إلى كندا، وقد سودت وجهها أمام الغربان، أمام كفار قريش، وقد أكلت لحم الخنزير وهذه من الكبائر، وقد شربت الخمر وهذه العينة. فرحني لأني لقيت كثير من المحبة والاستقبال، خصوصا لما الوزيرة استقبلتني وخبرتني إني في بلد آمن ولي حقوقي الكاملة. أخيرا وصلت كندا، أخيرا وصلت كندا، هربت من السعودية. خنزيرة تأكل الخنزير وسكرانة تشرب الخمر. إذا لا نختلف، حتى تشرب بول، أنا ما لي دخل، أنا لي دخل. بس القصة ما فيها، أنا حبيت معكم يا الشباب يا السادة إن الأخت هذا مش الأخ، مش أخ الكلب الخنزير الذي أكلت الخنزير هو رجال أو امرأة، لست أدري هل هو ذكر أم أنثى، ولكنه يشبه الذكر، ولكنني أقول أنه أنثى. قد هو هرب من أسرته، هي من أسرة سعودية، هربت لأنها ملحدة لا تؤمن بالله، هي ملحدة. ملحدة يعني ما تؤمنش، يعني لا مسلمة ولا جني ولا مسيحية ولا من حق الجن. ثانيا هربت من السعودية من عائلتها، وأمها قامت بقص شعرها قبل فترة من الفترات. لست أدري لماذا قصت شعره، قولي ليه، لن تشتكم إذا شفتم رهف قولي ليش ماما قصت شعرك حلوة؟ تحلق لي صلعة يعني والله ما عملت رهف. القانون هربت لأنه وحده مايا خليفة برع السعودية، أنا أقولها لكم من ذا الحين، هي مايا خليفة برع السعودية. رهف خليفة برع السعودية. هي لم تعد سعودية أبدا، إنما تبرأ أبوها منها. لا في معها لا جواز الحين تبرؤوا، لا هي سعودية ولا هي من أبوهم سعوديين، كلهم تبرأوا. أصلا الآن أصبحت خنزيرة بالشارع. أول ما ركبت الطائرة هذه الكلبة اللعينة أكلت لحم الخنزير وكتبت في سناب شات Oh my god that is bacon، يعني بيكن لحم الخنزير، العياذ بالله. وشربت الخمر وهذه العينة، استغفر الله واتوب اليه يا رب ارحمنا. تشرب حتى بول ما الموت زي ما قلت لكم. ثاني شيء، لماذا استقبل هذا الاستقبال الكبير لرهف؟ ليس لسواد عيونش يا رهف، ليس لسواد عيونش ولا لسواد ركبتش. أمانة ركبتي بيض، عين على ركب، أمانة ركبتي بيض من حقك يا رب. لكي يستخدموك خنزيرة، لكي يذهبوا بك إلى القمامة، لكي يستفزوا السعودية ويتكلموا. هم يريدون نساء مسلمات يسكرن ويأكلن الخنزير، يكونين رقاصات وداعرات والعياذ بالله. وبعض الإعلام العربي الحقير الكلب اللعين. قد نختلف مع السعودية، أنا أختلف تماما مع السعودية، ولكن هذا عار المسلمين. ولا تريدون أن يكون نساءكن أن ينبرين ولا ملعين أن يخرجين وأن يدعرين وأن يهربين. إذا فعليكم أن تحددوا موقفكم ولا تصفقوا حتى لا تخرب زوجاتكم. هذا الرسالة اللي يصفقوا. أنا رحت لكندا عندما استقبل الإعلام العربي والأجنبي رهف لقد هربت. وعندما سألتها أصلا، عندما سألها المذيعة أصلا السعودية هي مجتمع مقفل، حقوق المرأة، ما يخلوناش نسكر ولا نرقص ولا ناكل لحم الخنزير ولا نتشرمط في الشارع. والعياذ بالله. ماذا تقولين أيتها الفتاة؟ نساء السعودية، نساء السعودية قد كنت معززة مكرمة، كنت عايشة بالسعودية، علاج بلاش، كل شيء لعندي. يعني ايش جاب أمش لكندا؟ أنا عشت بكندا، ناس أعرفهم كانوا بكندا يقولوا يا أخي كندا بلد عنصري. ثاني شيء إذا عشتي، أول شيء لا معيش لا بلد، لا معيش لا يعني لا بلد، لا أسرة، لا جني، لا زعطر. عندما بتعيشي زي كلبة بالشارع. لا، الحقوق الإنسان والنسوان في كندا لا يا حبيبي. أصلا كندا بلد عنصري. إذا قلتي أنا ما مسلمة، أنا ملحدة، لا أنت سوداء سمراء، يعني ما يحبوش السمر يا الأسمراني، ما يحبوش السمر. ثاني شيء حتى لو كنتي بيضاء ما يحبوش الناس اللي ما يعرفوش يتكلموا انجليزي. يعني اذا شافش اقل واحد عنصري في كندا يقولش get the fuck off my country bitch. ومزيد من اللعنات، وخليك شنب يا الشنب يا رهف، بعتي اصلش وشرفش واستقبلوك استقبالا يليق بالعاهرات، فقد تبرأ الناس منك، عليك ان تهرمي ايتها الفتاة. عز القبيل بلاده ولو تجرع وباها. خليك شنب يا شنب، اشتركوا في القناة.